اليوم عندنا هذا الفصال طبعا راح يكون دبل مسطره، راح يكون بيه دقم، فصال كلش حلو شبيه. اول خطوه راح اخذ شنو؟ راح اخذ المساطر. المساطر هي راح اشتغلها تكون من تحت حفره الرقبه، يكون بيها دوران بهالشكل هذا. راح اخذ المساطر بالبدايه هالشكل هذا، نطبقها بهالطريقه هذه. المسطره راح تكون العرض مالها حيكون عندي 5 سنتيم، وبالنسبه للطول حسب الطول اللي راح تستخدمونه. هنا بهالطريقه ايش قد اخذ؟ شوفي لي هاي الصفطه، هذا حتكون عندي راح تطلع لي مسطرتين. طبعا هاي طبقتها بهالشكل هذا. راح اخذ 10 سنتيم بهالطريقه هذه، 10 ب10، ونجي نقص. هذه اول خطوه اللي راح ناخذها بهالشكل هذا. هاي راح تكون عندي مساطر. طبعا انا اعتذر ما راح اقرا التعليقات، لان اذا اقراها راح اتاخر. شوفوا ليش طلعت هذه المسطره. هذه المسطره ايش راح تكون؟ راح تكون عندي مسطرتين هالشكل هذا، وبعدين انا راح اكويها لكم واعطيكم طريقتها. يعني هذه المسطره شوفي لي حتكون عندي مسطرتين ايش قد؟ 20 سنتيم. هذا العرض مالها 20 سنتيم بالنسبه للطول، طول القماش. تمام. هنا حسب طول الزبونه. الطول الزبونه ايش قد انت راح تاخذينه. اول خطوه اللي ابدا بيها راح اخذ بهالشكل هذا 20 سنتيم، 20 سنتيم، وبهالطريقه هذه راح انزل هنا ايش قد؟ 3 سنتيم اذا تبين يترتب عندك الكتف. تمام. بعد ما كملت بهالطريقه هذه استخدم مسطره، اي مسطره عندك بهالطريقه. هذا حتكون عندي 25 سنتيم. اجيب هذه المسطره بهالشكل هذا واجي اخذ خط عدل. تمام. هسه اخذنا الردان. بالنسبه محيط الصدر، بعد ما نزلت تبدين لي منها تحددين منطقه الصدر. ايش قد منطقه الصدر تردينها حسب الزبونه اللي ماخذه قياس. هنا حتكون عندي 32 سنتيم. تمام. هذه 32. راح من ينفتح ايش قد يكون عندي؟ يكون عندي 64 سنتيم. هذا هالطريقه هذه. شوفي لي هذا حددت منطقه الصدر. هنا راح ابدا من الكتف، من بدايه الكتف الى الاسفل ايش قد؟ 40 سنتيم. هذه 40 سنتيم. راعي لي؟ هنا هذا محيط الخصر، هنا محيط الصدر، هنا محيط الخصر. تمام. شوفي لي راح انزل بهالطريقه هذه، راح اخذ منها سنتيمين. هنا ايش قد رديت؟ 32. هنا حسويها 30. شوف التقصيره راح تكون عندي. شوفي لي التقصيره. هنا راح اسويها بهالطريقه هذه واجيب المسطره. شوف شلون راح اجيب المسطره هالشكل هذا. شوفي لي التقصيره راح تطلع شلون مرتبه عندك. اجيب المسطره هالشكل هذا، وصلتها للخصر. هنا حيكون عندي دوران بهالشكل هذا. ما سوينا 7 حاده، لا، بهالطريقه هذه. هسه ايش عندي؟ فصال. شوفي شلون ترتب عندي، شلون تخصر عندي بهالطريقه هذه. خذت منطقه الصدر، خذت منطقه الخصر
بهالشكل هذا طلع عندي. ان شاء الله واضحه. هسه عندي هذه الدائره، هذه الدائره شلون ناخذها؟ نصف دائره اللي هي تكون حفره الردن. دائما معودكم هذه ادخل بيها 5 سنتيم من المثلث بهالطريقه هذه. شوفي لي 5 سنتيم. بهالطريقه هذه راح اجيبها بهالشكل دوران نص دائره بهالطريقه هذه. وشوفي لي الردن شلون راح تطلع عندك مرتبه. شوفي لي حفره الردان شلون تطلع عندك بهالشكل هذا. هذه نص دوران. هسه كملت ما عندي شيء بعد ما اخذت قياسات اللي اريدها. اول خطوه اللي نبدا بيها راح نبدا نقص. بالنسبه للفيديوهات اللي جاي اصورها جاي كلهن ينزلن على اليوتيوب، على اليوتيوب. بعدين من اكمل من اليوتيوب انزلهن وين؟ انزلهن بصفحه التيك توك. يعني الفيديو كامل انا هنا امنتجه واقص، يعني اقص الحكي اللي يكون بس خارج نطاق الخياطه وانزله على اليوتيوب. هواي فصالات دخلوا عليها نزلتها باليوتيوب للخياط محمد الساعدي. هنا ما عندي كملت فاعلي. اجي اساوي هاي شوفي لي شلون طلعت عندي الحفره مرتبه بهالشكل هذا. شوفي لي اياها تمام. هسه هذا الزايد كملته. هذا راح استخدمه للردان. اجي اسحب حتى ناخذ منطقة المدايل اللي دائما تشكون منها. اسويها بهالشكل هذا ان شاء الله واضحة. هنا هاي منطقة المدايل. شوفي لي ايش قد اخذ 13 سنتيم وابدا بهالشكل هذا اصعد. شوفي لي شلون صعدت. ليش هنا نيتها؟ لان حتى تكون عندك منطقة الكلوش تكون اكبر. واجي اقص بهالشكل هذا. هسه من اجي اخلي المسطره. شوف الفرق اللي قصيته. شوف الفرق هنا اللي قصيته يبين عندي. شوف هاي المسافه بين عندي انا ماخذ من الاطراف. كملت. اروح اطلع الردان بعد ما طلعت المسطره لان حتى نكوي منطقه الصدر. اساوي الردانات هنا حسب رغبة الزبونة. تريد ردن، تريد 3/4، تريد بيه بصمة، تريد بدون بصمة. اخذ قياس 60 سنتيم. شوفي لي
شوفي لي هذه المسافة. هسه انا اللي راح اقصها. شوف الردان دائما تكون بيها فراغ بهالشكل هذا. شوفي هذا الفراغ اللي هو راح يسحب لك منطقة هذه منطقة الصدر، يسحبها لك. شوفي خليت زيادة هنا بهالشكل هذا. ليش خليت زيادة؟ ليش اعطيت هذا الزياده؟ هذا الزياده حتروح وين؟ تعوض لك هذه الفراغ. هذا الفراغ اللي راح يسحب لك هذه النفخه تكون هنا دائما. دائما تتفصلا بحرف ار، يعني نفسها تجيبها تقصلها وتخلنها. هذه الطريقه الصحيحه. النسيج اللي يكون بالطول حتى لا يدفع عندكم. اجي بهالشكل هذا واجي اكل. يسحب اقل الانبياء. اجي بهالشكل هذا اساويها بهالطريقه هذه. شوفي لي اساوي الردان واجي اكبس من النص. هسه بعد ما كملت شلون سعر المكوى؟ السعر 12000 عيني 12000. خلينا نقرب لو عندي قصة مساطر خاف ما تبين عندكم. أول خطوة اللي أبدي بيها نشيل هذا حتى تكون عندك واضحة. أنا اليوم الله شاهد وطنية مو زينة أبد، كله جاي استخدمه، والدليل على انه جاي اشتغل لكم باللايف حتى يبين عندكم بالشغل. هسه اني مرات عندي وطنية عاد اشتغل بيه. اجي هنا ابدا حفرة الرقبة، سعره 12000 بخار هذا، وعندي اوتي باسستر عندي ب50 وعندي ب65 باركود الاصلي كبير ابو الدبل. تمام راسليني. هنا اخذ 8 سنتيم وعندي هنا 18 سنتيم. ابدا بهالشكل هذا وعلي حتى ابدا اقص. بعد ما اقص اجي اقص بهالشكل هذا. انت لو جيلاتين يكوي منزل طريقته، منزل جيلاتين وهواي مشتغل عليه. دير بالك من الاوتي الستيل يخوف، هذا مو ستيل. هسه نجي راح نقص القصه حتى نستخدم المسطره. ما يلزق على القماش، لا ما يلزق. والدليل على اكو بنات هواي، يعني مو بس بنات، اكو يفتح اللايفات خياطات على مستوى يعني معروفات خذل منه. اصبطه بهالطريقه هذه.
شوفوا هاي الحفرة اللي قلت لكم عليها. اول خطوة اللي اتأكد بان تكون الاطراف عدلة. ليش كويت هذه بالنص؟ حتى بين عند الاطراف عدلة. لان المساطر اثنين راح اخلي، اذا اخليه اثنين وحدة تكون دافعة وتكون منها تكون نشاز. هذا ال5 سنتيم، شوفي لي هنا اخذ 5 سنتيم، وهنا راح اخذ 5 سنتيم باوعي لي، وراح اجي اميل بهالطريقة هذه باوعي لي شوية شوية، اجي اباوقها بهالشكل هذا. هذا حتكون شلون اليلق، شلون السترة من نخلي المسطرة، راح تشوف الفرق. شوفي لي الميلان شلون بهالطريقة هذه. شوفي لي المسافة المسطرة ايش قد تردينها قبل النهاية او تردينها على المنتصف. يعني مثل قماش ما كفى عندك تقدرين تسوي لها للنص، تصير عندك كيلك. انا نزلتها هسه ايش قد فرق؟ فرق 21 سنتيم او 20 سنتيم قبل النهاية. هسه اجي اقصن، شوفي لي اجي اقص بهالشكل هذا. شوفي لي هنا، شوفي لي هذا راح اشكل المسطرة هنا، راح تشوفون الفرق شلون راح يطلع عندك حلو. هسه هذه الخطوة انتهت. خلني نشتغل المساطر. المساطر ايش قد طول المسطرة؟ راح ابدا من هنا اخذ طول المسطرة بهالشكل هذا كدوران 128 سنتيم. حتكون عند المسطرة 128 سنتيم. 128 راح اخذ احنا لازم نطي المسطرة 128 نطي بيها طول، نطي زيادة انطيت زيادة فرق 5 سنتيمات. ليش؟ بعدين اطلعها هذا الزيادة. اطلع 10 ب10 تمام. هذا حسويه بهالطريقة هذه. شوف المساطر اللي راح اشتغلهن. بلاصق ابو الوجهين. حتى البصمه اللي راح اشتغلها طبعا بلاصق ابو الوجهين. شوفي لي هذا اللاصق يكون لاصق كفه ابو الوجهين موجود، يعني عنده اللوازم سعره يمكن 2000 دينار او 1000 ونص، وبي قياسات طبعا. تتاكدون من الوجه. هسه يقولون شلون نتاكد من الوجه؟ شوفي لي، شوف هذا اللاصق ايش قد مفيد. ام مصطفى ليش اللي هو تاع السحب ودائما انت ما تخلينا يحمى، دائما الضغطين حيل
انطيه ضغطه خفيفه، شوفي ضغطه خفيفه، مو فوقه فوقه فوقه، ما يلحق هو وتصغير. فدائما خليه يحمى، شوفي، وبيه عاز هذا القلوب يطفى، هذا اذا طفى القلوب يعطيك عاز، وعليه شويه يعني عليه. تمام، ما تخلين على الواحد وتضغطين عليه. اجي اكوي بهالشكل هذا. شوفي هذا ما يذب مي. اجي اعطي زياده بهالشكل هذا.